العنف ضد الأصول جرائم استفحلت بشكل رهيب في المجتمع العربي، وأصبح هذا النوع من القضايا يجتاح الساحات القضائية بامتياز، فلا تكاد تخلو قاعات محاكم من هذه الجرائم المثيرة المرفوضة شرعاً، قانوناً، وحتى أخلاقاً. في العدد الأول من حصتكم دنيتنا ارتأينا تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تتستر تحت رداء العار والحشمة، ولكن قبل ذلك أدعوكم لمتابعة هذه الورقة مع الزميلة هاجر جواد. رغم أن المجتمعات العربية تعتمد على مبادئ الدين الإسلامي في تنظيم حياتها، إلا أن واقع عنف الفروع ضد الأصول بات مستفحلاً فيها بشكل رهيب. أبناء جحودون تمادوا بتصرفاتهم الطائشة كل الخطوط الحمراء، وقابلوا الإحسان بالنكران تجاه من أوصانا ديننا بهما خيرا، وباتت المحاكم تشهد مئات الجرائم الضحية فيها أحد الوالدين ممن أنهكهما ضعف الزمن، والمتهم واحد من الأبناء ممن افتقدوا للوازع الديني والأخلاقي. غير أن القضايا المعالجة من قبل العدالة لا تعكس حجم الاعتداءات الرهيبة التي تحصل ضد الأصول، خاصة ما تعلق بالعنف اللفظي، بالنظر لعادات وتقاليد المجتمع العربي الذي ينظر إلى الظاهرة على أنها عار ولا يمكن للوالدين التبليغ عن فروعهم. ويؤكد مختصون أن اعتداء الأبناء على آبائهم سلوك تقف وراءه العديد من العوامل النفسية والاجتماعية وحتى الوراثية، فيما ينهي الدين الإسلامي نهياً قاطعاً عن حقوق الوالدين لمكانتهما المقدسة. القضايا المعالجة من طرف العدالة لا تعكس بحق عدد الجرائم المنفذة ضد الأصول، وبين العنف اللفظي والعنف المعنوي آباء عرضة للضرب والقتل، وأمهات عرضة للحرق والقتل. وفي هذه الجريمة التي جرت وقائعها بقلب العاصمة تفاصيل صادمة عن بنت شاركت زوجها في قتل والدتها بالتبني. تفاصيل صادمة وجريمة مروعة عاشها حي ديار الشمس بالجزائر العاصمة. الضحية جارتي ماتت بطريقة أبشع، واللي قتلها أقرب الناس إليها. جارتي مرزقهاش ربي بالذرية، فكانت الوجهة تاعها دار الأيتام، اللي جابت طفلة رباتها وعطاتها كل الحنان كحنان الأم، بمعنى كبرت عليها، سهرت عليها، تعبت عليها حتى رجعتها مرة في العشرينات. جارتي هذه كتبت كل ما تملك في اسم بنتها هذه بالتبني. الأم لاحظت تصرفات غير عادية في بنتها، راحت المؤسسة لتقرا فيها، قالوا لها بنتك على علاقة مع شاب منحرف. الأم رجعت للدار وحكمت بنتها وقالت على ذاك الشاب. الطفلة قالت لها حبه ورايحة نتزوج به. الأم قالت لها لو كانت تتزوجي به راح نلغي عقد الهبة. الأم رفضت هذا الشاب لأنه ما يصلحش لبنتها اللي ربيتها أحسن التربية. بالرغم من هذا بنتها تزوجت به. بعد شهور الطفلة اتصلت بيماها تبكي تطلب السماح منها. الأم استقبلتهم ومدت لهم أحسن استقبال. العلاقة ولات هايلة بين الأم وبنتها، ولما الشاب المنحرف بدا يوسوس لزوجته. الشاب جاب المخدرات والخمر
تعاطى هو وزوجته. قالها واش رايك لو كان نقتلوها باش نورثوها؟ في لحظة ضعف وافقات، قتلت المرأة اللي رباتها، كبرت عليها ورجعتها مرأة. في لحظة رجعتها جثة هامدة. لابد التخلص من الجثة. التفكير الشيطاني للشاب اقترح على زوجته يقطعوها طرف طرف ويوضعوها في الحقيبة ويرموها بالمقبرة العالية بالحصن. زوجته وافقته ونفذت واش قال لها. رفضوا الحقيبة وتوجهوا إلى مقبرة العالية. الحارس شك كي دخلوا بالحقيبة وخرجوا بلاش. الحارس توجه وراحوا الزوجين، لقى الحقيبة افتحها، لقى أطراف الجثة. اتصل بالشرطة. جت الشرطة فتحوا تحقيق. قالوا الحارس إذا جا المجرم احكموا واتصل بينا. يقولوا يا قاتل الروح وين تروح؟ المجرم رجع للعالية باش يشوف الحقيبة. الحارس عقل عليه، حكموا واتصل بالشرطة. جات الشرطة فتحت التحقيق في القضية. اعترف المجرم بجريمته رفقة زوجته. سلم المجرمان إلى العدالة وأصدرت حكم الإعدام عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. في الأخير ما عسانا أن نقول إلا اتق شر من أحسنت إليه. العقل السليم والشخصية السوية يرفضان أي نوع من أنواع العنف، خاصة إذا كان فيه مساس بأحد الوالدين. دعونا نستطلع آراء الشارع الجزائري في الموضوع وننقل آراءهم حول مكانة الوالدين. واش نقول لك، الوالدين عندهم قيمة عزيزة، الوالدين ما يتعوضوش، ماذا بينا الوالدين نحطوهم فوق الراس. لحد اليوم راني مهتمة بزاف بيما. الشريعة بيان سير سوى القرآن، ربي وش يقول؟ نبداو بكلام ربي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذو الظواهر اللي فينومان اللي راهم يصراو، والابن يضرب الاب تاعو ولا سي با كالكو سوا، شغل من البعد عن الدين. ابن الخطاب رضي الله عنه يقول ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. ربي من بعد الوالدين لما تعيش والديه يموت الخاتمه. بيدنا الانسان الباباه ولا اليمه ولا كونترار لازم يتهلا في باباه ويمه باش يربح في هالدنيا. قلت لك انا بابا راه افيسي راه قام يمشي ما خلاص ميت وحي، بصح وشنو بابا نحبه يا. قلت لك البارح ديجا شتا واحد ضرب يمه، والله ضرب يمه تخلعت انا. حسبي الله ونعم الوكيل. نقول لك الحاجه كي تكون في يديك ما تحسلهاش حتى وين تفقدها. كيما انا فقدت بابا نهار فقدته باش حسيت باللي فقدان الاب. كاع انا نغلط وانا بالك روحي غلط في حق الوالدين وفي حق الاخر، بس ماهيش غلطه كبيره الى هذه الدرجه يولي واحد يسب والديه ولا يضربه ولا هالشيء شيء غريب. لازم التوعيه من كل المجتمع. يضرب ما حب يقول له راجل، يقتل بابا حب يقول له راجل. لا احنا انا نقول لك انا عندي 75 سنه دوك. كنت صغير نحشم صغيره نحشم نخرج بالشرط قدام بابا ولا يما ولا اختي، وهذا يجي من الوالدين اللي يربيوك. ينوض صباح يسب يما، يدخل مزعفان للدار. اي نشوفوا في الدائره الشعب الجزائري كامل راه هكذا. نصيحتي ليهم والله ما تلقى كيما باباك ويماك، والله ما تلقى تزعفها على بالك باللي راح تدير اثم كبير عند ربي. وسط الشباب يقتلوا حتى والديهم يقتلوهم، ويتعدوا على الجيران ويتعدوا على المواطنين ويتعدوا كذا، كله الكاشيات والمهلوسات. دار الرحمه هذو عاد يروح بابا في دار الرحمه، يروح يمه في دار الرحمه اللي ربته وكبرته. هذه العاده جات من عند الغربيين. خاصة الآونة الأخيرة نشوف أنهم نقص الوازع الديني. كي نشوفوا أصلا كي تشوفي ابن هكاك ولا يتلاح الأب تاعو ولا يضربوا يعنفوا، تشوفي أنها نقص تربية. الظاهرة هذه ماشي مليحة باينة أختي، هذه عفسي عيان. أنا يما هي كلش، والديك هما كلش خويا، أتهلا فيهم بالك عليهم. وأنا نخدم في الشواية، عيبت بزاف يجيبوا نساهم ياكلوا شوا كيما، ونقول لكم ماذا بكم جيبوا يماك وروح تاكل شوا خويا مرحبا. باش يمس والديه راه مس الجنه، راه هو حرم روحه من الجنه، لان هذوك هما الطريق تاع الجنه. ولا كان كس ضرب باباه
تسمى راهو هو غضب ربي سبحانه وغضب بروحه باش يولي هو تانيك حاجه ما عندوش طريق كاع الجنه. انا نقول يهديكم الله، هذا والديكم ما كاش كيما الوالدين يكذب عليك. العنف ضد الأصول من الظواهر الاجتماعية والجرائم المعقدة التي يصعب تفسيرها وإيجاد أسباب لها، فما الذي يقوله المختصون؟ ظاهرة التعدي على الأصول أكيد هي ظاهرة استفحلت كثيرا في مجتمعاتنا العربية، وللأسف باتت ظاهرة متميزة في مجتمعنا الجزائري. يعني لو نرجع إلى مجتمعنا الجزائري هو محافظ بطبعه، يعني يقيم الوالدين، يعطيهم مكانة مرموقة، لكن حاليا وفي الآونة الأخيرة أو نقدر نقول في السنوات الأخيرة تغيرت مجموعة من القيم أو منظومة القيم حدث فيها نوع من التغيير. يعني تعود هذا الأم وهذا الأب فيما بعد لا قيمة لهما عند هذا الابن، ما يحترمهمش، يقدر يسبهم، يقدر يضربهم. لانه لو تلاحظي في مساله التعدي على الاصول، التعدي على الاصول ماهوش فقط الضرب، هو حتى الكلمه الجارحه، وحتى الكلمه القاسيه، هو حتى التلويح يعني باليد حتى انه ما قاسهاش. اما عن الضرب فحدث ولا حرج. احيانا واش الشيء اللي يولد لي التعدي على الاصول؟ ايضا العنف داخل الاسره. اذا كان موجود عنف داخل الاسره، هذا الابن على ماذا يتربى؟ يتربى على العنف، يصير عنيف. اول من يجري في هذا العنف هم خواتاته وخوته وباباه ويماه، يعني يولي حتى انه يتعدى عليهم. وايضا طغيان الجانب المادي عند شبابنا اليوم. الجانب المادي هذا وين راح يديروا؟ راح عاده يكون في الملهيات. الملهيات هذه قد تكون انه يحب يلبس افضل من الناس، يحب يشتري اشياء اللي تخرج جديده مثلا دائما باثمان باهظه، ومن بينها المخدرات، القمار، ربما كل الاشياء اللي تخلي الابن هذا يبحث على شتى الطرق باش يدي المال من ابناء. وربما لو لاحظتي ذكرت لك مساله الورث، حتى الورث راهي داخله في الوسط، يعني يقدر يضربها باش تنازل له على قطعه ارض، ولا الاب تاعو يتنازل له على سياره، ولا يتنازل له على ملكيه معينه. المخدرات من بين اخطر الامور اللي تستفز الاولياء واللي تخلي هاد الابناء يتعداو على اصولهم باش يوفروا المال. نروحوا الجانب المجتمعي، البطاله، الفقر، عدم توفر العمل، الملاهي اللي كثرت عند الابناء، التكنولوجيا الحديثه خلتهم يطلعوا على اساليب العنف، على اساليب التعنيف، على حب توفير المال والجانب المادي بدون تعب او دون شقاء. هذه الامور لما تنقصوا هذا الشاب لو في مقتبل العمر وما ترباش على وازع ديني، ما ترباش على منظومه من القيم، ما ترباش على مجموعه من الاخلاق، فهنا واش راح يولي؟ راح يتعدى على السلطه الابويه. احنا الان رانا في زمن السلطه الابويه ما عادش عندها قيمه. راكي تشوفي الابن منسلخ والبنت منسلخه، الابن ولا البنت راهم على حد سواء. واش الشيء اللي خلى هذه الامور؟ اللي خلاهم لانه السلطه الابويه انهارت. احنا نرجعوا لمجتمعاتنا السابقه، تروح الوالده تاعك ولا تروح الوالده تاعي، يعني كان الابن ما يرفعش عينه. حتى تكنولوجيا الاعلام ساهمت في تطويرها وفي تفشيها، لانه اساليب العنف، اساليب الاعتداء، روحي ربما مثلا حتى الاشرطه او الافلام او حتى الالعاب اللي تورينا كيفاش نتعداو على الامهات والاباء، هذه راهي تغرس في نفوس ابنائنا منذ الصغر انه يمكن لي ان اتعدى على ابي، يمكن لي ان اتعدى على الام تاعي، الا من رحم ربي اللي دا هذاك الزاد التربوي منذ البدايه ويعرف حدود شخصيته ويعرف الحدود اللي موجوده مع الاولياء. اللي احنا نحضرنا في جلسات صلح او جلسات من هذا النوع، الاب يشتكي الابن نتاعو او الابن يشتكي الاب تاعو بلغه وبتصرف لا يقبله عقل ولا يقبله دين ولا يقبله قانون. ومن ثم هذا الانسان اللي ربما تاثر اصبح لا عقل له، قل بهذا التعبير، لو كان له عقل لما فعل ذلك. اصبح تحت تاثير المخدرات وفقد عقله وأصبح يعتدي على نفسه مش على أهله. أكيد إحنا باش نخرجوا من هذه المشكلة لابد أن تتكاتف الأيادي وكل نقولوا طوائف المجتمع تتكاتف. ما نقولش المدرسة فقط والمسجد والأسرة هي اللبنة الأولى، حتى مؤسسات الدولة، حتى منظمات المجتمع المدني. الآن لابد علينا نبدأ شوف الأسرة نبدأوها من البداية في الاختيار السليم. احنا لما نقولوا اسره، الاب والام هما اللبنه الاساسيه في تكوين هذا الجيل. اذا كان الاب والام ما كاش تكافؤ بيناتهم وهما ما تاهلوش انهم يقودوا اسره، ما راحش يقدر يقودوا ابنائه في الطريق السليم.
ما كاش دوك العفويه اللي تربي، العفويه لا تربي. حنا عندنا الان انه لازم انا نكون متشبعه بقيم كأم باش نقدر نعطيها الابن تاعي ونحرص عليه. الان تروحي للعائلات واش تقول لك؟ تقول لك انا وليدي واش خصو ياكل يشرب، كي يمرض نداويه، ما واش عريان راه لابس، سحق تليفون اخر موديل جبته له، سحق لبسه اخر جبتها له. هذه التربيه هي هذا الجانب فقط؟ التربيه ماهيش هذا الجانب. التربيه كيف اني نستطيع اني نصنع نموذج ابن صالح ونحاول اني نعزز فيه ثقه في نفسه وقدراته، ونعطي له من الوازع الديني ونعطي له من القيم والاخلاق بحيث انه هو يكبر عليها. اكيد ما راح يظلم، ما راح يتعدى، ما راح يسرق، ما راح يخدع، وراح يكون فيه كل المواصفات اللي تاهله باش يقود المجتمع ويقود الاسره تاعو المستقبليه. اذا لابد علينا من الاسره نبداو من حسن الاختيار، والازواج لازمهم يتاهلوا قبل ما يجيبوا الابناء، يتاهلوا كيفاش يربيوا ابنائهم وكيفاش يغرسوا فيهم. ايضا لابد علينا انه المدرسه او المسجد او الجمعيات لابد انها تقوم بادوارها في التوعيه. احنا الان نحتاج التوعيه والاعلام كما راكم ديروا الحصه الان. الاعلام عنده دور كبير انه يشرح هذه الظواهر ويحاول انه يوجد حلول. رغم أن الظاهرة دخيلة عن مجتمعنا، إلا أن وجودها داخل أدراج المحاكم يستدعي دق ناقوس الخطر وتدخل الهيئات والجمعيات المدنية لتفعيل الحوار. الجمعية تاعنا حابين نديروا التوعيات الكف ضد العنف ضد الأصول. احنا ماذا بينا نسقوا مع الجمعيات لولايات مختلفة ولبلديات مختلفة من أجل وضع يوم خاص في السنة أو في الشهر للكف من ظاهرة العنف ضد الأصول. احنا ماذا بينا الجمعيات كاع تكون يد واحدة ونديروا يوم مخصص لهذا الموضوع للكف ان شاء الله من ظاهرة العنف ضد الأصول، اللي ان شاء الله مع الشباب تاعنا اللي عنده بذرة خير راح نلقاو اذان صاغية ان شاء الله. الظاهرة هذه للاسف الشديد راهي نشوفوها راهي تكثرت وتعمت بزاف، وحنا كمسلمين ما تمشيش مع القيم تاعنا العنف ضد الأصول. يعني والله غير شيء مؤسف تشوف انسان يلحق يحوز باباه من الدار ولا حتى يتعدى عليه جسديا، ولا الام تاعو كذلك يعني يطردها من المنزل ويرميها يا للشارع، ولا غير بزاف. حصلنا الشرف وزرنا يعني عدة أماكن لدار العجزة، والله غير شيء مؤسف لما يحكوا لك يعني شيوخ ولا المسنين اللي ثم ويحكوا لك عن أسباب لجوءهم إلى دار العجزة. أقسم بالله غير يعني شيء مؤسف كبير وتأثر بشكل كبير. يعني احنا الحالة اللي شفناها واللي أثرت علينا بزاف حالة يعني والله غير كبيرة بزاف. يعني تلاقينا مع إنسان مسن مسكين ونلحقوا أبناء تاوعو يعني يتفاهموا عليه هما والأم تاعهم، يعني باش يكتبوا الدار على الأم تاعهم وهو يخرجوه من الدار. والله غير يعني بين قوسين عيب كبير. يعني كان حالات بزاف على كل حال، كان حالات بزاف. يعني كان لي ولادو طردوه، كاين اللي مرت الابن تاعو ما حملاتوش، كاين اللي بنته للاسف الشديد راجلها قالها ما نقبلش باباك. يعني حالات مختلفه صبناها في دار العجز. والشيء المؤسف ثاني اللي شفناه يعني بعض الابناء راهم يحسوا روحتهم عندهم حق عند والديهم. يعني قد ما يتقدم في السن الابن هذاك يحس مازال عنده حق على باباه. يعني يقول لك مثلا يقول لك باللي انا بابا ما دليش ولا ما عمليش ولا 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 ولا. يعني الوالدين ماهوش معادله، الوالدين ماهوش معادله. يعني تخيل انت الاب تاعك ولا الام تاعك تتوفى وانت تولي في المنزل تاعك وتشوف السجاده تاع يماك ولا في السجاده تاع باباك، وتشوف يماك وكانت تدور وانت تولي في المنزل تاعك وتشوف السجاده تاع يماك ولا في السجاده تاع باباك، وتشوف يماك وكانت تدور. وانسان كلمه امي يعني والله غير خير كبير. ومن هذا المنبر انا يعني نقول الشباب تهلاو في والديكم، لاخاطش الوالدين راحوا ما يتعوضوش. كل واحد يريد منك الى الوالدين يريدك انت. وانا من منبر هذا نوجه تحيه للام تاعي والوالد تاعي، ربي يحفظهم ان شاء الله،
وبالاخص الجده اللي يعتبرها انا امي، هي اللي ربتني، ربي يحفظها لي ان شاء الله وربي يخليها لي. والدعاء بالرحمه ثاني لجدي المتوفي باسكو هو اللي رباني، ربي يرحمه ان شاء الله ويسكنوا الفردوس الاعلى ان شاء الله. واذا غلطت مع والديا من المنبر هذا حنقول لهم سامحوني. يشدد قانون العقوبات الجزائري ويسلط أقصى عقوباته في جرائم التعدي على الأصول، فما هي الجزاءات المترتبة عن هذا النوع من الجرائم؟ بالنسبة لجرائم التعدي على الأصول تعتبر من أعنف وأخطر القضايا اللي نشوفها يوميا على مدار ربما كل جلسات الجنح، وكاين وين توصل حتى للجنايات. ربما مكمن الخطورة فيها هو الضحية من يكون. للأسف الضحية دائما يكون إما الأصول، الأب، الأم، الجد أو الجدة. وخطورة هذه الجريمة أيضا تلمسها المشرع الجزائري من خلال تسليط أقصى العقوبة في حق الأبناء من الفروع يتعدوا بالعنف على الأصول. المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري كانت واضحة ورادعة بما فيه الكفاية بالنسبة لكل من يعتدي بالعنف على الأصول، يعاقب أيا كان الضرر الحاصل، يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات. إذا كان هذا الضرب أو العنف الممارس على الأصول أدى إلى عاهة مستديمة أو بتر أحد الأعضاء تشدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة. في حين لما يؤدي الضرب إلى الوفاة طبعا فالعقوبة تكون السجن المؤبد، وإذا سمي الفعل بالقتل العمدي هنا العقوبة تكون الإعدام. ربما محصلة كل هذا الأمر أو نسبة تشديد العقوبة بالنسبة للمشرع الجزائري تعود بالدرجة الأولى إلى أنه هذا العنف إنما لا يستهدف قيم مجتمعية، يستهدف أقدس الروابط على الإطلاق ألا وهي الروابط الأسرية. فالمشرع الجزائري شدد العقوبة على الأبناء ممن يرتكبون جرائم العنف ضد الأصول بالنظر إلى أولا المستهدف ألا وهو الوالدين، والأمر يتعلق بعقوق من الناحية الشرعية، ثم ثانيا الروابط الأسرية نظرا لمدى قداستها بالنسبة للتشريع الجزائري. هو للأسف لما نكون حاضرين سواء في جلسات الجنح أو الجنايات إلا ونشوف جرائم من هذا القبيل، بعض الجرائم تهتز لها الضمير البشري. على سبيل المثال فقط سيدة بنت تبلغ من العمر حوالي 19 سنة قامت بقتل والدتها لما اكتشفت الوالدة أنه هذه البنت على علاقة بأحد الشباب وأنه كان يزورها داخل المسكن مستغلة غياب الأب والإخوة تاعها. لما الأم صارحتها بهذا الشيء وقالت لها أنه هذا الشيء اللي راكي تقومي به أو منافي للعرف ومنافي للدين والأخلاق، وإذا راح تماديتي في هذا الأمر راح نخبر والديك وراح نخبر أشقائك وهما يديوا ربما ما يتصرفوا. البنت هو لاعتقادها أنه لما راح تبلغ الأب راح يضربها أو الأشقاء راح يحوزوها من الدار. في مجتمع منغلق ومحافظ الشيء اللي ارتكبته كان أبشع من أنه نتخيله، مستغلة أنه كون الوالدة تاعها كانت في المطبخ تروح تجيب سلك كهربائي وتلفه حول رقبة الأم لدرجة أنه الأم فقدت القدرة على التنفس ثم توفيت. البنت أنكرت في البداية الوقائع، ولكن لما تم مواجهتها من طرف عناصر الضبطية القضائية بالأدلة المستقاة من مسرح الجريمة اعترفت بهذا الشيء وقالت أنه هذا الأمر كان مخافة أنه الأم تفشي سر معرفتي لشخص أجنبي يدخل لي الدار، إلى خاوتي خفتي يضربوني، خفتي يعنفوني، خفتي يطردوني من الدار. لكن مثل هذه الأمور ما كانتش تشفع لها أمام محكمة الجنايات. أتذكر يومها أنه كنا حاضرين عدد كبير كان من الجمهور وحتى من هيئة الدفاع. كان في استياء واضح من طرف محكمة الجنايات لهذا الأمر، لأنه رغم أنه القتل هو واحد ومرتكبه هو واحد، لكن نادرا في وقت سابق كنا نشوف البنت هي اللي ترتكب الجريمة. والله لو كان الولد ما كانش مبرر، لكن مع ذلك وهذا مجتمعنا نتوقع من الذكر أنه يرتكب عنف، ولكن أنه أنثى تقتل يمها كان هذا هو مكمن الغرابة في قضية الحال، ودينت يومها بالسجن المؤبد، وهذاك هو حقها. السجن المؤبد هو أقصى، وإن كان لابد أنه تعاقب الإعدام لأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد هو يعتبر إعدام، ولكن استفادت من ظروف التخفيف وأدينت بالسجن المؤبد. ويومها قال القاضي الله يذكره على خير في جلسة الجنايات، قال أنه على مدار كل هذه السنوات أغلبية القضايا اللي كنا نناقشوهم يكون فيها المتهم ذكر، ولكن لما ترتكب الجريمة من طرف الأنثى هذا يدل على أنه هناك خلل مجتمعي. لازم دائما ما نقولوش أنه مثل مسؤولية هذه الأعمال هي ليست قصور قانوني، بل هو خلل مجتمعي على المنظومة الاجتماعية إعادة
إعادة حساباتها من جديد حتى على الأقل تعود الروابط الأسرية كما كانت قبل سنوات، قبل استفحال نوع جديد من الجرائم لأغلبيتها ترتكب إما تحت تأثير المهلوسات، تحت تأثير الكحوليات، أو إلى أسباب نفسية هي نتيجة تركيبة مجتمعية للأسف أصبحت اليوم من سيء إلى أسوأ. الحق في الحياة والأمن في الجسم من أقدس الحقوق التي ضمنتها الدساتير الدولية، ومنها الدستور الجزائري الذي يستمد بنوده من الشريعة الإسلامية. فما رأي الشرع في جرائم التعدي على الأصول؟ وأنا عندما أتكلم عن الأبوين أو عن الوالدين يقشعر الجلود نتاع الإنسان، يقشعر الجلود، لأن الأب هو مصدر للأمان، الأم هي مصدر للحنان. والله تبارك وتعالى كما يعلم الجميع، المستمع الكريم والمشاهد الكريم، أن الله عز وجل قارن وربط الإحسان إليهما بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مكانة الوالدين لا يختلف فيها اثنان. والله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآيات في فضلهما ومكانتهما. والإنسان العاقل أو الإنسان العادي يشعر بهذا الحنان تجاه الأبوين تاعو، سواء كان فقيرا صغيرا أو كبيرا. والحمد لله احنا عندنا في أمتنا أو في مجتمعنا نسمي الأبوين هما التاج على رؤوسنا. طبعا الذي يصل به الدرجة إلى الاعتداء على أصله، على أمه وأبيه اللي هما كانوا سببا في وجوده، هذا عندما ننظر إليه من نظرة تأمل ونظرة كيف يكون بهذا المستوى، ما هي العوامل التي أوصلته إلى هذا الحالة. يعني نقول بأن هذا الإنسان اللي ربما يدي الأبوين تاعو لديار الرحمة أو للاعتداء عليهما باللفظ أو لإنهار تاعهم الاعتداء عليهما بأي نوع من الاعتداء، ولهذا فاقد للعقل. تتعدد الأسباب وتختلف الوقائع، وتبقى التنشئة السليمة المبنية على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح خير ما يتسلح به الأبناء في حفظ مكانة الآباء.